بقالي يومين عمال اعصر دماغي علشان اصيغ الفيديو ده بطريقة مناسبة بالنسبة لي. سألت نفسي، هو القدر ممكن يتغير؟ يعني ممكن انجح، رزقي يبقى واسع، عمري يبقى فيه بركة، ربنا سبحانه وتعالى يكرمني واتجوز اللي بتمناه. من فترة امي كانت جايبة نوع صابون بتغسل بيه المواعين. المهم انه كان بيسمر ايديها ويخليها ناشفة وفيها تشققات لحد ما غيرت نوع الصابون، فرجعت ايديها مع الوقت لطبيعتها. والحقيقة إن حياتك الناشفة المسودة من قلة السعادة واللي كلها كآبة ممكن يكون سببها إنك ما بتغيرش طريقتها. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وانت تختار اللي انت عايزه منهم. ممكن دلوقتي وانت بتسمعني تقول استغفر الله وتاخد 10 حسنات، وممكن تشتم وتاخد سيئة. انت وقرارك، وانت حر نفسك تعيش كتير، ممكن ترفع سماعة التليفون دلوقت وترن على عمك، على عمتك، على خالتك، على جدك، وساعتها عمرك هيزيد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العمر بيبقى فيه بركة بصلة الرحم. نفسك تنجح، تخلف، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك باللي بتتمناه، ممكن ترفع ايدك دلوقتي وتقول: يا رب ارزقني الذرية الصالحة، يا رب وفقني في امتحاناتي، يا رب افتح لي السكك المسدودة. والدعوة قادرة تغير حياتك، من فاشل لناجح، من فقري لمرزق، من ما عندوش عيال لمخلف ومتراضي. وممكن تسكت وما يحصلش اي تغيير في دنيتك. يبقى القدر عبارة عن زرارين، والملائكة ما تعرفش انت هتدوس على انهي زرار فيهم وتختاره. لما سيدنا عمر بن الخطاب كان رايح بلد، والبلد دي سمع ان فيها الطاعون، مرض يقتل اي حد يدخلها، ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب وقف على باب البلد وقرر يرجع من مكان ما جه. ساعتها الناس قالوا له: أتفر من قدر الله؟ بتهرب من قدر ربنا يا عمر بن الخطاب؟ ساعتها رد سيدنا عمر عليهم وقال لهم: أفر من قدر الله إلى قدر الله. قدر الوحش إن أدخلها، وقدر الكويس إني ما أدخلهاش. ممكن يكون حد حبيبك مش مرتاح دلوقتي في قبره، والعياذ بالله بيتعذب، فتفتكره بالدعاء وتقول: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، أو تطلع له صدقة، وساعتها وفورا ربنا سبحانه وتعالى يفرش له قبره من الجنة ويجعله براح بالنسبة له. الإمام ابن عثيمين بيقول: قد يكون الإنسان معذبا في قبره، فإذا دعي له بالسلامة سلمه الله مما هو فيه. إذن حاله اتغير من عذاب لراحة بسبب دعوة. وده يثبت لك إنك لو تعاملت مع قدرك باللي ربنا أمرك بيه، ساعتها كل شيء هيمر بهدوء ومن غير وش. ولو طنشت القواعد، المشاكل هتطردك من كل اتجاه وتحوطك من كل ناحية. يبقى ما تسلمش نفسك للمكتوب وعافر، وغير قدرك بإذن الله. دعوة قادرة تفتح لك السكك المسدودة وتوصلك للي نفسك فيه. صدقة قادرة توسع رزقك وتكفيك شر المرض والبلاوي. مكالمة قادرة تبارك في عمرك وتجعل اللي غيرك بيعمله في سنة تعمله انت في شهر. قلت ايه؟ ما هو انت ما سمعتش الكلام ده بالصدفة. ربنا سبحانه وتعالى جعله من قدرك ونصيبك لانه بيحبك، فحابب يعلمك حاجة تنفعك وتريحك وتطمنك في اللي جاي. ولو عرفت الكلام ده لغيرك وعمل بيه، ساعتها هيبقى لك نصيب من جمال بكرة بتاعه وقدره. انا بكلمك دلوقت وقدامي كوباية شاي كان ممكن اشربها من 10 دقايق وتبقى سخنة زي ما بحب، لكني بكامل ارادتي سبتها لحد لما بردت وهرميها. فانت اعمل اللي عليك، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيغير قدرك للأحسن وهيرضيك. السلام عليكم.